بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم على البركة. بسم الله الرحمن الرحيم على الخير. الله أكبر. حاجة البيت يا جماعة مفيش أنضف منها، مفيش أنضف منها والله. لو بكيلو دي اعملي خيرك، اعملي بركة بيتك انتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هيفوت الفيديو ده فاته كتير خالص، لأن الناس اللي ما بتعرفش ترح أنا أول واحدة كنتش أعرف ولا أخبزه، بس حاولت الفيديو ده فعلا الحمد لله بتوفيق ربنا، لأن نيتي فيه صافية. كنت عايزاه أطلعه عشان خاطر اعلم الناس الرح، لان كانت مشكله عندي انا ما كنتش بطلع، ما اعرفش ابدا ارح. بس انا بص عملت بالبطيء علشان خاطر تعرفوا ايه ترحوا. بص الحركات بس على ايدي تعملوها ازاي. بصوا تلفوا الرغيف كده في الهواء، وكل طرف تمديه كده اهو. اللي هيفوتوا فاتوا كتير. اللي يفوت الفيديو ده المفروض يتشاهد ويتشارك كمان. ما شاء الله على البركة اللي طلعت، الله أكبر. ماشي. ومش حاطة فيه ولا حبة دقيق، غير أداء قمح كله دقيق بلدي، مش حاطة فيه فينو خالص. بصي ما شاء الله على بياضه وحلاوته، الله أكبر. طب هنبتدي يومنا بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يومنا بقى وروتيننا. صحينا النهاردة طبعا الفطار زي ما أنا متعوداكم، حاجة على السريع كده. ماشي. البركة الموجودة في البيت ناكل منها الحمد لله ونحمد ربنا. نزلنا بقى نشاطنا كله بقى تحت في الحوش. الحوش طبعا برد. هندفي دلوقتي نفسنا، هنولع الفرن وهنشتغل. وانا عايزه ايه بالمره كنت هلم ايه الطحين ده او القمح المغسول، علشان خاطر ايه مجهزه للطحين عشان خاطر رمضان جاي والدنيا، يعني بدل عشان ايه اريح نفسي في الايام الكبيره دي، ما تبقى الطواحين مليانه والاعياد بعد كده، وهنعوز برضو اكيد قبل العيد. فايه عشان ما نزنقش بس فهنضف حوالين الفرن، حوالين الحاجات اللي ايه اللي بقعد فيها وبحلل فيها دي. طبعا انا قلت اعجن الاول قبل ما الم الطحين، علشان ايه الطحين عندنا يعني القمح المغسول اللي هنطحنه. ماشي. اللهم صل على محمد. عشان الدول العربيه عارفه الطحين، فانا قلت احلل الدقيق الاول واعجن العجينه واسيبها تخمر، تكون عقبالة ما انا التحليل انا بطأته لكم عشان تشوفوا ايه. الله اكبر. اللهم صل عليك سيدنا محمد. ازاي الناس اللي بتحب تعيش اللحظات دي. فايه فحللت المقدار بتاعي وحلله. فبعد ما اعجن الخميره وتتخمر وتعمل ويخلق العجينه وتخمر وتبقى زي الفل، اكون انا ايه لميت الطحين في الاشوله وجهزتهم عشان ياخدوهم ايه على الطاحون. اللهم صل على محمد. بقى ايه مقدارك انت، مقدارك براحتك، يعني المقدار بتاعك براحتك. إيه عملت كيلو دقيق، نص كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو، ده براحتك. ما حطيتش فينو عليه خالص، ده دقيق البيت العادي اللي هو القمح البلدي. خلاص. اللهم صل عليك سيدنا محمد. هقول لكم اهو بحط حبه ملح، ذره ملح بسيطه خالص، هدوبها في الميه ترميها في العجينه براحتك. خلاص. طيب. اللهم صل عليك سيدنا محمد. خفيته عشان ما يأثرش على الخميرة اللي هحطها انا. بص احلى حاجة الخميرة فيه اللي هي ايه الحبابي دي، اللي هي ايه الفورية. العجينة صراحة بتفوح فيه، الخميرة اللي هي البيرة بتفوح فيه، لكن خميرة البلد اللي هي الحبابي دي او الفورية حلوة بتحسسك ان انت ما فيش اي ريحة ليها. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. للخميرة في العيش. فانا ايه دي غلطه مني ان انا عملت كيس واحد جايبه كيس واحد، فبعدت اجيب. انا ايه جبت كيس تاني، لان ايه بعدين وانا بقرا عليه اللي هو بيكفي نص كيلو دقيق. هو اتاخرت ايوه معايا، غابت معايا في الخمر، بس انه كمان عشان شتاء المفروض المقدار اللي قدامي ده كان عايز 3 4 اكياس. ماشي. اللهم صل عليك سيدنا محمد. بس اختمر وبيعيش زي الفل وما شاء الله عليه، الله اكبر. وحاجه ما خدوش مني زي الفشار، ما خدش مني، يعني ما خدش مني تقريبا نص ساعه، ساعه بكتيرها كنت مخلصه خبيزه. بس ايه اهم حاجه يخمر معاك كويس ويرتاح كويس بعد ما تقطعيه. وهنشوف كل الحاجات دي ما شاء الله باذن الله بالراحه كده هنفهمها. انا طبعا ابتديت اعجن فيه بالراحه الميه تحطيه عشان ما يكترش منك العجين. حسيتيه نشف منك حطي دقيق، حسيتيه طري منك حسيتيه قصدي طري منك حطي دقيق، حسيتيه ناشف حطي ميه. تفضلي تعجني عجينته ما هي زي ما انتم عارفين. اللهم صل عليك سيدنا محمد. وتعملي حساب ان لما يخمر برضه هيمسك كده ويتملك معاكي. ابتديت اضرب فيه واعجن فيه، بس يا ريتني وريتكم الصوت. تفضلي لحد ما ايه يعمل معاكي بلالين كده، الله اكبر اللي ينعم معاكي ما شاء الله. اديكم بتلاحظوا كل مدى بينعم. ماشي. المهم تعجنيه قد ايه، قد انت صحتك بقى اعجني براحتك.
لتي فيه وعجيني. اللهم صل عليك محمد. ووريكم القطعه، ادي قطعته، ما تقولوش عليه ميه، لا ده عز الطلب. الله اكبر. هو العيش اللي المصري هو كده. اللهم صل عليك سيدنا محمد. برضو سويت وشه بشويه ميه، مش زيت، مش ضروري زيت، حطيت على وشه شويه ميه وسويته. بص البلالين اللي كان متملك كويس. الله اكبر. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. هبتدي غسلت ايدي وديته، هغطيه وكلفته كلفيته، لاني انا بقول لكم تحت مش فوق السطح، يعني الجو هنا تحت برد شويه. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. الفيديو ده يا جماعه عاوز لايك، اكيد لايك اللي بيسمع، لان فيه كل حاجه بامانه كانك بتخبزي معايا. اللهم صل على سيدنا محمد. لفلفته كويس عشان يختمر معايا بسرعه. هكنس بقى الطرقه اللي انا هحط فيها الطحين بعد كده، عشان الشوال يبقى تحته نظيف، عشان البركه تبقى بتاعت البركه دي تبقى نظيفه، تروح نظيفه. ما هي مغسوله، مش لازم اغسل اكنس تحتيه عشان يبقى تبقى الحاجه نظيفه. هبتدي الم بقى. انا بحط، كان زمان في الزكايب، الله يرحم زمان وايام زمان، كنا في الزكيبه، بس الزكيبه دي اللي حضرها واللي شافها واللي سمع عنها كبيره وتخينه وطويله كده، فبتبقى تقيله خالص لان القماشه بتاعتها بتبقى جامده. دلوقتي بنستسهل بنعمل في الشوايل. اللهم صل على سيدنا محمد. مليت يعني جزء من الشوال، وابتدي انا احول بالجردل شويه شويه. غسلتيه امتى؟ سبته يعني تقريبا 15 يوم او اسبوع او 7 ايام تقريبا، لحد ما اللهم صل على سيدنا محمد نشف. لاني انا على المروحه في الحوش، على المروحه، لو في الشمس يومين 3 وهتقيميه على طول، بس ايدك فيه على طول تقلبيه علشان ما يحنش على بعضيه ويزرع منك. ده روتين جزء من اليوم الكامل. تجهيز الاكل ما صورتهوش ليكم الحاجات دي كلها. وفي الغالب في اليوم اللي احنا بيبقى فيه مرحرح لازم نبقى عاملين حاجات مقليه خفيفه، يعني سمك مثلا، الحاجه اللي عندك. هو انا كنت بقشر فيه توم الفيديو، فانا كنت عامله فيه سمك. اللهم صل على سيدنا محمد. سمك مكاريل، الله اكبر. هوريكم طريقته على الفرن الحديد دي زي الفل، او فرن الانبوبه. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. اللهم صل على النبي محمد. اللهم صل على النبي محمد صلاة كاملة يا رب. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ما تنسوش. بص المجهود خرافي، المجهود صعب. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. انا صورت لحد ما قعد لي انا صراحه غسل البركه بتاعتي، غسل 4 شوائل عشان عامله حساب على العيد. طيب لقيت جالي الخير بقى من بره، اللي هو بيجيبوه من الغيطان وكده. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. من الجنينه، بس الجنينه والغيطان بعيد عننا، يا ريتني كان جنبينا كنت اصور لكم الحاجات دي. جايب اليوستفندي ما شاء الله من الشجر. الله اكبر. اللهم صل عليك سيدنا محمد. خير ربنا، الخير والبركه بتدخل سبحان الله، بتيجي بالنشاط، بالصحيان بدري. اصحوا بدري. واللبن طبعا عشان انا ابتدي ارقده علشان خاطر ما يجبنش ولا يعملش، يعني ما يبص يعني مني في الازايز. المهم ده بقى ده خير خير بقى الحمامات، او نصيب الحمامات، لان وقع في الارض مش هينفع لا جروب تكون يعني في حاجه ولا كده ترابه ولا رمله ولا حاجه. فده مش حاطه طبعا على طحين، في نسبه ترابه اهي. فاللي وقع على الارض صراحه دي نصيب الحمامات فوق. اللهم صل عليك سيدنا محمد. الصحيان بدري بيجيب البركه في البيوت، والرزق في البيوت. بيتكتب رزقك بدري، اصحي بدري عشان تلاقي رزقك. خلاص انا خلصت الطحين ونظفت الحوشه زي ما انتوا شفتوا، كنسته ووضبته. خلاص حاجتي تبقى نظيفه حواليا، ابقى مرتاحه نفسيا. حد يدخل عليا، حد يشوف ما يظنش فيا اي ظن غير خير. طبعا ببتدي اعمل الرده او النخاله يا ستي زي ما انت بتقول. نفسي اتكلم بلغتي عشان يعني بس خايفه ما تفهمنيش. المهم الرده دي ببتدي انا حللتها علشان خاطر احوش الحته الخشنه اللي انتوا شفتوها، شويه الخشنين اللي كانوا على المقارص دي. ببتدي انا ادي المرحرح ما بحطوش انا على صواني، لا، بل الناس الصعايده، الناس البحري، الناس كده اعملي على اطباق ونقوليه برضو على المطرحه بتاعتك اللي ما عندهاش مقارص. والمقارص ان شاء الله باذن الله انا قلت هعملها لكم، يبقى ان شاء الله هعملها لكم باذن واحد احد. اديني محوشه كام كرتونه بيض على كام كرتونه عاديه عشان اعجنهم واعملهم. طبعا عملت المطارح بالرده، مليتهم. بص بنقشر التوم عشان بقولت لكم ان احنا بنعمل سمك. خلصت المطارح كلها، اللهم صل على سيدنا محمد. وخلصت كمان الطحين، حطيته في الشوايل كده، مليتهم. الله اكبر ما شاء الله تبارك الرحمن. ببص بقى على الخميره واشوفها، او العجينه واشوفها اختمر ولا، لقيته الله اكبر يقول لي خلاص خديني قطعيني. اللهم صل عليك سيدنا محمد. الفيديو ده عاوز شير وعاوز لايك، لان اللي ما اتعلمتش ترح العيش، انا ما كنتش بعرف ارح، وكانت مشكله. لو رحيت شويه او عملت شويه بيبوظ مني كله، ما بيطلعش مني من تحت ايدي غير رغيف او رغيفين يعني، وبرميه
بيجيبوهم للطيور. لكن دي نتيجة واحدة مش خبيرة، لواحدة متعلمة جديد، فحاسة بالناس اللي عاوزة تتعلم. الفيديو ده عاوز تشير، عاوز لايك على طول، متفرجوش وبس، حطوا لايك علشان قد المجهود اللي احنا بنعمله وقد ضميرنا اللي بنديه ليكم. يلا ما شاء الله تبارك الرحمن. بصي تقطعي كده عشان ايه؟ لحظة في التقطيعة بتدهني الزيت، بتدهني الرغيف بالزيت. ربنا يجازيك كل خير اللي اتعلمت منه. بتبتدي تقطعيه كده بالزيت. بصي كده اهو. بصي ترحيه في ايديكي كده وترديه على ايديكي، ما يلصقش في ايديكي ولا حاجه، وتحطيه على المقارص كده اهو. وبعدين ايه؟ بعدين تدبيه، تحطيه بالمقلوب كده، وبعدين هنشوف هنعمل في ايه. هخلص المقدار كله اللي قدامي، البركه كلها اللي قدامي. بص اختمر بكيسين خميره فوريه. ده كان عايز 3 أو 4 عشان يختمر معايا بسرعه وما يطولش. بصوا ادي انا بقى لاحظوا ان انا تقطيعته صغيره، ما بعملش كبير. خلصت المقدار وخلصت البركه. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ربنا ما يقطع البركه من بيوتنا يا رب، ولا بيوتكم ولا بيوت اي حد، اللهم امين. ببتدي انا ادعك ايديا وانضفها علشان خاطر احوش منها العجينه، ماشي، عشان ما تسدش، ما اغسلهاش في حته وتسد الحوض. ابتدي انا ايه؟ افرك ايدي وابتدي. بصي ما شاء الله البركه اهي. ستفناها. ليه مستفاها كده يا اسرار؟ مستفاها كده عشان اعرف البدايه من النهايه ايه. لا ابتدي انا ايه؟ اللي ارتاح الاول هو اللي ادب الاول. تمام كده. انا بقول لكم هعلم الناس اللي ما تعرفش ترح زي حالاتي كانت. بس الله اكبر، ده افضل طريقه وطلع شفتوا زي الملبن. الله اكبر. بصي ان ارتاح بيتدب معاكي بسهوله بسهوله. هدبه كله الاول، وبعدين اول ما ادبه خلاص ابتدي اولع الفرن بقى، واخد بالترتيب وارمي على المطرحه من زي ما هتشوفوا كل حاجه. الله اكبر. ماشي. وابتدي بص ادب، ابل ايديا دي كده، وابتدي ايه عشان ما تلسقش. ماشي. اي حاجه عندك اللي تعرفيه. زيت لا، عشان ما يبقاش بزيت معاكي عامل زي الكعك من فوق. لا زيت لا، عشان زيت انت هتمليه كتير زيت، فدي هو مش هيتخن القطعه بتاعته. وما فيش رغيف الا لازم يبقى منفوخ عامل زي البالونه عليه. ماشي. ممكن لو رحتيه انت من الاساس، انا صراحه ما اعرفش اريحه كده، هو كده بنفس قطعته كده. لا بعمله لازم ادب الدبه دي عشان اعرف اتحكم فيه على مطرحه ويترح معايا بسهوله. اللهم صل عليك سيدنا محمد. طب انا دبيت شويه قدامكم، قد ما ايدك تجيب وتقدري تدبي فيه دبي. وعشان عادي كده، لو انت عاوزه تحطيه على المطرحه بنفس الشكل ده حطيه وانفضيه شويه عشان ينفض الرده من عليه وتنزل من النخاله منه، وبعدين حطيه في الفرن. عايزه تكبريه على المطرحه تريحيه زي ما وريتك اول الفيديو، وهوريكي برضو في تاني مره في فخر الفيديو تريحيه ازاي. اللهم صل عليك سيدنا محمد. لاحظوا ان انا بصوا كل المشاكل اللي تعرضت لها يعني ما شاء الله ما شاء الله. بصوا قاعدين دبيتهم كلهم، خلصتهم كلهم. ابتدي ايه؟ اولع الفرن. ماشي. الله اكبر. وابتدي بقول لكم هنا ايه؟ اخد من اول اللي ما انا دبيت علشان خاطر يبقى ارتاح، يبقى زي الفل. ولعت الفرن وعاوز نار شديده يا جماعه، وان شاء الله باذن الله نعمله عليه. بص برميه ازاي على المطرحه. بص الرميه، ركزوا في الرميه. اللهم صل محمد. بصي انت لو عاوزه تحطيه كده بنفس المنظر ده حطيه، بس نططيه كده علشان يقع منه النخاله، وحطيه في الفرن برضه هيطلع احلى عيش. ماشي. عاوزه ترهفيه وترقيه ويبقى حلو. وانا قطعته عاملاها صغيره، القطعه بتاعته عاملاها صغيره مش عاملاها كبيره برضو. لاحظوا دي. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. فانا بص العيش بيبقى معايا وسط. عايزه تكبريه، انا مرتبطه بالمقارص بتاعتي. ماشي. مش بكبره قوي يعني، هو بس هو حجمه حلو، حجمه ما شاء الله اهي. بصي ترميه كده في الفرن. الله اكبر. الرميه دي يبقى، وتقفلي على الفرن يعني تقفلي وتاخدي عشان تاخدي راحتك في الفرن، وتسيبيه ما شاء الله ينتفخ ويبقى زي الفل، هيطلع زي العسل. ماشي. برضو ادي تاني رغيف ما بياخدوش معايا نص ساعه كله. ماشي اهو. بصي بيبتدي يوسع معايا علشان انا ايه؟ ببتدي انططه انزل الرده اللي فيه النخاله، وابتدي ايه؟ انا اوسعه. ده الرح اللي هو الناس اللي عاوزه تتعلم الرح اهو. تلفيه كده وتنططيه، ما تنططيهوش هو لوحده كده لفوق لفوق على طول، لا تلف الرغيف وعلى كل ناحيه من الرغيف. ماشي. تدوري عليها في اللي بتاعته. ادي بتحطي اخوه اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. بصي والفرن بتاعته تبقى حاميه. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. برضو بصي تهزي كده، تهزي. بصي الرميه اهو، تهزيه تعرفي ان هو مش لازق، وبعدين ترميه على المطرحه، وهكذا. قصدت اعمل لكم المنظر ده كذا مره ليه؟ عشان تبقوا عارفين.
اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. برضو التنطيط ده بصوا مش تنطيط، انا بدوره، بصي بدور كل طرف عشان ايه اريحه. بصوا اهو، اهو كده بصوا اهو، بصي تنطيه كده وتريحيه، بصوا اهو، ويمد معاكي اهو. اللهم صل على محمد. لحد ما تحسي ان الخروم بتاعت المطرحه بانت فيه في الرغيف، تعرف ان كده خلاص كده ايه تمام. يلا، ومش هيلصق معاكي ولا زي الفل هيبقى على المطرحه. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. اللهم صل على النبي محمد يا رب. ما تنسوش اللايك، خلي الفيديو يرتفع، خلي الناس تشوف وتستفاد، لان فعلا فعلا مشاكل كبيره. وانا وريتكم الفرق بين العيش الطابونه والعيش اللي بتعمليه في البيت. والله لو تعملي لقمه يعني صراحه الرغيف مش مظبوط ولا اي حاجه، انضف من اللي بتشتريه من بره. بس اعملي حاجتك في بيتك المفروض يعني. وشيلي في الفريزر يعني، اعملي بكل فين وفين، وشيلي في الفريزر يعني تحت الطلب، تحت حاجتك يعني. وان شاء الله اوريكم. بص برايح ينتفخ ازاي اللي من جوه، بصوا افسح اهو واحطه يعني. لاحظوا ان انا ايه، بصوا هنا ايه الحته اللي لما تحطيه لازم ايه تنقليه يعني الرغيف بدل ما تحطوهوش كده على طول مكانه وتسيبيه لحد ما ينتفخ، مش هينتفخ معاكي. لازم تحركيه من مكانه علشان ايه ياخد سخونه ويطلع معاكي على طول يقب. اول ما يقب يبقى زي البالونه، يتحشي معاكي زي الفل. الله اكبر. اللهم صل عليك سيدنا محمد. بصوا اهو بنفض. عاوزه تنفضي كده على طول وتحطيه في الفرن، حلو. بس قد الدبه بس اللي دبتيها، وسعوا براحتك. بس انا هوسعه عن كده صراحه، مش بس احط رده، لا انا ايه هرحه كده. اللهم صل عليك سيدنا محمد. يا رب تكونوا ملاحظين واصله لكم المعلومه اللي عاوزه اوصلها. بصي ما شاء الله، بصي ما شاء الله، بصي ما شاء الله على البركه. المنظر ده يا جماعه يرد الروح. لما تلاقي اللي ابتدى ينتفخ معاكي وزي الفل، هو عايز فرن. بس ده كمان الانبوبه ما كانش مساعداني، الانبوبه كانت رايحه تخلص. هو عاوز نار جامده، نار عاليه. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. بص المنظر، بص العيش، بص عبارة لازم الفه، لازم برضو تلف الرغيف عشان خاطر ايه لو اللي واصله لها النار حمرت، واللي مش واصله لها النار لسه ما حمرتش. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. احنا بنحبه منفوخ. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر. والله الفيديو ده المفروض يتشير ويتشاف من الناس كلها. واللايك هو ده اللي هينفعه ويرفعه ويوصله للناس كلها اللي نفسها تتعلم العيش المرحوح. مش عندي الفرن، اعمل ايه يا اسرار؟ بص يا ستي، اللهم صل. بص ما شاء الله تبارك الرحمن. انا مش عايزه اقول لكم ان كل العيش اللي طلع من تحت ايدي ما كانش كله، كمان اغلبه عشان حرام الكلمه. والله اغلبه كان بينتفخ وبيتعمل منه سندوتشات وزي الفل. الله اكبر. بتعمل منه حبوبش، واللي براحت يعني الحاجه اللي انت نفسك فيها اعمليها. وبنشيل بالفلفل ازر وبندلع نفسنا. الله اكبر، الله اكبر. بص ما شاء الله. بنقول ايه الحاجات اللي هي ايه استوت عاوزه بس وش بس، بنقولها في الناحيه اللي هنا ينس معايا واحط غيره. ماشي. ولازم عشان يقوم معاكي تنقلي مطرحه، ما تحطوهوش من ساعه ما يطلع. بصي ما شاء الله على الخير. الله اكبر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. رغم انه مش منتفخ كله، منتفخ نصه بس طالع. الله اكبر. مستوي زي الفل وناسس. طبعا فرشوله القماش عشان يرمي عليه على طول، بدل ما ايه محتار اخد من الفرن وارمي على طول. اللهم صل على سيدنا محمد. ما عنديش، قلت لكم بوتاجاز، ما عنديش غير البوتاجاز، فرن البوتاجاز. اعمل ايه؟ والله شفت طريقه وعجبتني واقتنعت بيها، بس هجربها واقول لكم حلوه ولا وحشه. اللي هي بتاعه البوتاجاز دي، تحطيها من على عين البوتاجاز شويه وتنزليها على تحت الشوايه على طول. هجربها واقولها لكم. اجربها الاول، ما اقولش رايي فيها غير لما اجربها واقول لكم نفعت معايا، نفعت ما نفعتش اقول لكم لا ما تعملوهاش. بس انا حاسه ان الست دي اللي عملتها صدقه، فانا اجربها الاول. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بص المنظر. الله اكبر. بص المنظر طلع ايه ده، كمان اتلهى في وشه شويه مني بس زي والله انتوا بتعرفوا كنت بعمل ليه المنظر ده وثبتنا عليه ليه. بقول لها صوريني معاه للذكرى. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. عاملين زي العيال بالظبط. حتى عيال البيت والله بيفرحوا لما الرغيف يبقى منفوخ كده. اللهم اكبر. بيبقى فرحانين بيه. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. وهديكم هتشوفوا معايا الخبيز. صورت مناظر كتير من الخبيز، مش كله البركه كلها، علشان خاطر ايه يعني ايه انجز معاكم في الفيديو وما تتعبوش. بس صراحه عملت بالتفصيل علشان ايه تبقوا إيه تستفادوا من كل لحظه، من كل لحظه في الفيديو. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بس بطلعه بوريه اللي بصوره لكم، وارميه برضو على الفرش عشان افرده ويتهوى ما يتعجنش ويتكمد على بعضيه. افرده ايه على القماش. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. اللهم
اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. بص ما شاء الله ما شاء الله. بطلع الرغيف ده لسه ما استواش، بلف الناحيه اللي مش مستويه بلفها، واجيب الناحيه البيضاء تحت النار. اللهم صل على سيدنا محمد. وانقل ايه الحاجات اللي مسكت نفسها كده واتشدت على الفرن، اغير لها مكانها عشان تلحق تنتفخ، واحط مكانها جديد، وهكذا 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 لحد ما اخلص خبزتي كلها. الله اكبر. ويتمين البيت. الله اكبر الله اكبر خير. بص ابتدى ينتفخ ازاي اللي جوه. ما شاء الله ما شاء الله. حبيت اصور لكم منظر كده ايه يرد القلب ويشرح الصدر. اللهم صل عليك سيدنا محمد. بص الحته اللي مبرقعه ده يعني لسه ما يعني ما كانش اختمر قوي، ماشي عشان شتا وكده، بس انت سيبيه يختمر يبقى زي العسل. بصي زي الملبن. الله اكبر ما شاء الله. حواوشي تعملي حبيبتي كله من فوق وتحت. الله اكبر. ناسس وزي الفل. الله اكبر. انضف من اللي انت وريتكم انا فيديو منزلاه صغير. بنعيش كان جاي من الطابونه مزرق مزرق، استغفر الله العظيم. ده مش عليه حبه عيش فينه خالص، ده عيش بلدي قمح عادي عادي خالص، زي الملبن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يتاكل حاف. يلا يسلم عينيكم وايديكم، وحطوا لي لايك واشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.